انا عملت بيزنس اونلاين قائم على خبرتي، بمعنى ان انا بدات ابيع خبرتي للناس. بدات باستشارات، ان انا بدخل استشارات مع الناس، بقول لها انا عملت ايه بخصوص السفر، بخصوص تغيير المجال للسوفت وير او تكنولوجيا المعلومات وحاجات تانية زي الفتنس وغيرها. في رايي علشان تقوم بيزنس اونلاين ناجح وتبدا ان انت تسكيل مع الوظيفه بتاعتك، محتاج شويه حاجات. اول حاجه يبقى عندك عرض او اوفر، يبقى عندك خبره معينه بتحاول ان انت تبيعها. تاني حاجه وهي المتابعين، بمعنى ان انت محتاج ان انت تجيب ناس يبقوا مهتمين بالاوفر بتاعك او العرض بتاعك. تالت حاجه هي التسويق، وهي الطريقه اللي هتجيب بيها العملاء. فانت محتاج ان انت تماركت لنفسك، ان انت تظهر على السوشيال ميديا وتبدا تلفت الانظار للمحتوى بتاعك. رابع حاجه وهي البيع، ان انت تدخل سيلز كولز مع الناس او تقنعهم ان هم يدفعوا للمنتج بتاعك. علشان تعمل الحاجات دي كلها محتاج ان انت تكون متعمم بشكل ما. هتلاقي في ناس كتير عندها خبره تقنيه ولكن ما بتعرفش انها تكسب فلوس لانها ناقصها الحاجات التانيه. فعلشان تحل اللغز ده محتاج ان انت تكون متعمم. لازم تفهم تسويق، لازم تفهم صناعه محتوى، لازم تفهم ازاي تقفل البيعه. لو انت دخلت سيلز كولز مع حد، محتاج ان انت تفهم ان انت ازاي تعمل اوتوميشن او اتمته لشغلك. لو انت شغال دوام كامل، مش هينفع ان انت تحط 4 ساعات يوميا مثلا ان انت تصنع محتوى. فممكن تحتاج تتعلم ادوات اتمته زي ان او حتى مثلا حاجات اسهل منها شويه زي زابير او غيره. مش محتاج ان انت تكون فاهم كود بشكل كامل، ولكن لازم تكون متعمم، عندك هدف اساسي وهو الكسب من خبرتك. هتوصل للهدف ده ازاي؟ بان انت تعمل الاربع حاجات اللي قلت لك عليهم. عندك عرض، عندك عملاء بتحاول تجيبها، عندك خطوه بتاعه تسويق تبقى عارف ازاي تسوق للمنتج، والحاجه الاخيره اللي هي البيع. والاهم من كده ان انت تبقى فاهم اتمته، ازاي تعمل اوتوميشن لشغلك. تحط ساعه بس مثلا في اليوم خاصه بالكونتنت. الطريقه دي تقدر ان انت تجيب عملاء ويبقى في ناس بتدفع لك بشكل دائم. انا عملت فيديو عن ان ازاي تعمل اتمته لشغلك، ازاي تجيب ليدز. طبعا مش محتاج ان انت تكون عندك خبره تقنيه كبيره، زي ما انا قلت انا مبسط الموضوع خالص. لو انت عايز الفيديو اكتب لي ان في التعليقات وهبعت لك اللينك بتاع التدريب المجاني بتاع ان. ولو انت بتشوف الفيديو ده من على اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاع الفيديو موجود في الديسكربشن.